هلا والله شباب، اكيد انت كمواطن عراقي عايش بهالدنيا روتينك عباره عن هذا البرنامج. مر عليك هذا الشخص المهندس مع احتراماتي للعوائل وللموجودين باغنيه جنه 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 ولا يا وطننا. منو هذا؟ رغم انه انا اشك انه اكو واحد بيكم ما يعرفه الا اذا انت كنت عايش بكيف، واذا كنت عايش بكيف ودفك برو عندك عايش بكيف. هذا يا طويل العمر هو ابو شاهين. هذا الشخص صاحب فضل على العراقيين اللي مدفيهم بالشتاء من قبل ما يحمل، وهذا مو كلامي انا لان هو صار ترند بهذه الشغله. تدرون بعد عراق ودم حار. قالت لي تعال لفلان لهنا لفلان مكان. هاو ار يو؟ يعني قلت ايش تشتغل؟ تعال لهنا لفلان مكان. رحت عليها بباب الفندق، براد بيت من فوق مدندل باير يريد يتشيت، والعالم ما يقدرون ينقذونه. ناس مقسومين نصين، نص يقول هاي لقطه مال فيلم ونص يقولون صدق يريد ينتحر ببكر. اعذرني بالله ابو شاهين كنت ما مركز. شو بالله عيد ايش قالت لك هي؟ قالت لي تعال لفلان لهنا لفلان مكان. هاو ار يو؟ هاو ار يو؟ هاو ار يو؟ يا اخي هذا الانسان عجيب خرب يوم. زين هي انجلينا جولي مو تحكي انجليزي؟ شنو تقول لك هاو ار كيو؟ المفروض تقول لك كم هير. انت هم مثل عبود سكيبه تعلمت الاكسنت قبل اللغه. ابو شاهين وحده من ميزاته يحكي بس الصدق وكلامه كله حقيقه 100%. لا كافي، خلينا نحكي جد بدون شقه. يلا اريد اوضح شغله راح تلاحظون تغيير كبير بالمحتوى الى الافضل، وكل اللي اريده منك هسه حاليا تروح تجيب لك شاي او سناك تقضي بيه الفيديو، يعني هسه راح نطب الثقيل. يلا نكمل. ليش اشتهر ابو شاهين بهذه السرعه؟ ابو شاهين اشتهر بالافلام الهنديه اللي يسولفن، يعني طلع له كم بث، حكى له كم حكايه ما تتصدق وطيش. هذا الشخص الان على كل بث يفتحه بهذا البرنامج مشاهدات بثوثه تعبر 50,000 مشاهده. هذه المشاهدات قنوات تلفزيونيه ما تحصلها. زين انت عندك فيديو جايب 70,000 مشاهده، يعني شنو الفرق؟ لا عيني غلطان، الفرق كبير بين 70,000 مشاهده يوتيوب و50,000 قاعدين يحضروك بنفس اللحظه. تعرف شنو يعني كل هذه الاعداد جاي تتابعك وتتفاعل وياك بنفس اللحظه؟ يعني اذا قال لهم يسوون لايك اكثر من مره يوصلون اعداد لايكات خياليه، بس حتى نكون بنفس الصفحه. هذا اكثر فيديو جايب لايكات بتاريخ التيك توك، وصاحبه هذا الفيديو عندها 93 مليون متابع. البارحه لقيتها فاتحه بث اعدادها ما توصل ربع اعداد ابو شاهين. نرجع لاكثر فيديو جايب لايكات بتاريخ التيك توك، خلينا نقارنه بعدد لايكات بث واحد من بثوث ابو شاهين. جاي تفهمني هسه؟ اوكي، اللي دا يسويه ابو شاهين هو انه يستغل الحضور اللي عنده ويقول لهم يسوي له لايكات للبث مالته حتى يصعد بثه. عصابات التيك توك هم اخطر فئه من الناس حرفيا، ناس مريضه. شلون تعرفهم وشلون تصنفهم؟ من الاخير شكو واحد فاتح بث تيك توك هو ده يا عزيزي المشاهد. طبعا اكو ناس زينه ربنا الله تستعرض موهبتك وبيهم يعزفون كمان، اكو بيهم يحجون قصص الى اخره، لكن تركيزنا على فئه معينه منهم صايرين شلون عصابه مسيطرين على كل شيء. تاثيرهم جدا سلبي. ليش؟ لان ذول جاي يمثلوننا كشعب بشكل من الاشكال. هم واحدهم ما يسوى راس خس، ما عدا ابو شاهين يسوى راس خس. جماعه التكبيس، خط احمر جوا جماعه التكبيس، فيلم هندي الله وكيله. ماكو داعي احكي واطول بالحكي، راح اعطيك نموذج واحد منهم، وهذا النموذج يعتبر رئيس العصابه مالتهم، التوماس شيلبي مالتهم. استفاد منك ولك بنت القندره، شو استفاد منك؟ اردنام وياه كاني؟ شو استفاد منك؟ مو عيب هذا الحكي؟ الاخ توماس مثل ما جاي يشوف شلون ماخذ راحته بالحكي كلش زايد، جاي يجيب العيد هواي. راح اخلي الراي لك انت يا عزيزي المشاهد، وانت احكم هل انت تفتخر بهذا يمثلك كشخص؟ اوكي، منا وجاي مقاطع تكون بها رساله وليس فقط انتقاد. رساله اليوم: كذب مصفط احسن من صدق مخربط. تحياتنا لابو شاهين، كل الحب له، يمكن هو اشرف واحد بيهم. هذا اخر مقطع بهاي السنه، اتمنى لكم سنه سعيده وان شاء الله نحقق اهدافنا. يلا شباب حطوا لايك، وصلونا عدد حلو، واشتركوا بالقناه اذا ما مشتركين. يلا باي. Pulling out the coupe at the lot, Tony fuck 12 fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit a lick with